ده بسبب خلفه عيب مني ولا من جوزي ولا ايه العيب من مين بالظبط. لبس العيد وبعد كده ندخل على المطبخ عشان المعركه بتاعت المطبخ النهارده تحفه. ماشي. طبعا انتوا شفتوا ده اول يوم العيد خرجت فيه، عشان انتوا قلتوا لي ورينا لبس العيد يا مرنوره. ده جامب سوت كده، الماتيريال بتاعته والفيت بتاعته حلوه قوي. بصوا، بس هو غالي سيكا يعني، بس حلو يعني. هو في الاخر فاهمين يعني، هو زيه سعره زيه، كان زي دريس يعني. كان في دريس كده بس انا ما رضيتش اجيب الدريس لانه الدريس كان مش اي خروجه، فقلت هجيبه بس هجيبه مثلا هركنه بقى عندي في الدريسنج لمناسبه، مثلا حد من صحابي، مناسبه مثلا عيد ميلاد ليا، عيد جوازنا، مش عارفه ايه، خروجه لطيفه بيني مثلا وبين جوزي، رايحين كافيه مثلا، رايحين نقعد نسهر في حته او كده، هيبقى حلو اللي هو الدريس ده. وكان نفس السعر ده يعني، كان ب 1500. فانا مش عارفه ايه الاسعار دي بصراحه، الاسعار في داهيه خالص يعني. حتى في الاخر جينز، حاجه جينز، بس هي دي الاسعار فمضطرين نجيب. فبصوا ده جامب سوت كده انتوا شفتوه في البتاع. مرضتش ان انا اقصره ولا اتنيه، لانه اول حاجه انا بحب جدا شكل القصه بتاعت البنطلونات اللي هي الاوريجينال دي، مش اللي بنوديها للترزيز. تاني حاجه هو اصلا ممكن يتلبس على هيلز، فهيبقى هسيبه كده مش هتني البنطلون. فلو انا لابساه على سنيكرز عادي او كوتشي يعني بتنيه. وكمان انا كنت تانية اوفر، لان انا اصلا بحب ادخل يعني الشوز، بحب ادخل البنطلون كده من بره، بيبقى مرفوع كده لفوق، ما بيبقاش مدلدل في الارض. بس عشان طبعا اليوم ده كان فيه سيول وكل الحاجات دي، ف اضطريت ان انا اتنيه يعني. بس هو تقيل، جنس تقيل مش خفيف يعني. ينفع بصوا جنس عادي تحسوه جاكيت، ينفع تلبسوه صيفي وشتوي. وانا كنت لابسه تحته هايكول مثلا او كده، فكان ما كنتش سقعانه، حتى ما كنتش لابسه شال ولا اي حاجه. تاني حاجه جبت البنطلون ده، اكتشفت ان هما قريبين من بعض، بس ده غامق وده فاتح. بس في الاخر ده بنطلون جينز يعني، انا كنت محتاجه الدرجه دي لان ما كانتش عندي. فاصلا انا جبت البنطلون قبل ما اجيب الجامب سوت ده. بصوا هو في حركه كده شيك قوي، انه البنطلون نفسه بيبقى هقفله لكم. بصوا البتاعه دي بتتقفل من هنا كده، تمام. كنت ناويه لما نخرج يعني ان انا البسه، بس انا تالت يوم لما خرجنا رحنا فتحنا نجيب الاكل اللي انتوا نزل لكم النهارده ده. هو البنطلون بقى بيبقى كده يعني، وانتي لابساه البنطلون بيبقى عليكي الزرار ده نازل لتحت كده شويه، فحركه لطيفه. ده جبته من جرين بلازا، وكان سعره حلو يعني. هو تقريبا مش عارفه كان ده اوفر ولا ايه، بس هو كان سعره 550 جنيه، وانا مش فاهمه ازاي يعني. مع اني شفت اخوه في ديفاكتو. يا جماعه انا دخلت ديفاكتو ودخلت ال سي، بجد ما فيهمش اي حاجه، كل اللبس صيفي يعني. ديفاكتو فيه لاين واحد بس اللي قدام الفيتنج روم، لاين واحد كده، ولاين فيه الحاجات بتاعت الشتاء، وهما جايبينها في اللاين ده. بجد اللاين قد الاوضه يعني، اللاين مثلا قد الاوضه اللي هو مثلا بجد حيطه بجد يعني، قد الدريسنج. هو ده اللاين بجد اللي كان قدام الفيتنج روم بالظبط، لو حد فيكم عارف الديفاكتو بتاع جرين بلازا. فانا دخلته قلت اجيب اي حاجه يعني، اجيب مثلا بنطلون. لقيت البنطلونات ماشي، انا كده كده عادي، عارفه ان البناطيل ديفاكتو غاليه مش اقل من 2000 جنيه، بس عادي يعني. قلت هدخل اجيب بنطلون وبلوزه وخلاص. انا عجبني البنطلون وكنت خلاص هجيبه، لقيت بجد الحاجات الشتوي وحشه جدا، عباره عن هلاهيل، واقسم بالله كلها بنات اندر ايدج. محدش في اللاين بيشتري غير اندر ايدج، هو اصلا مفيش غير اللاين ده بجد اللي هو قد الدريسنج، ومليان بقى حاجات فوق بعض كده فوق بعض، وكلهم بقى حاجات بقى اندر شيرت ومش عارفه ايه، وكاتنج من هنا وكاتنج من هنا، في حاجات مش قيمه ان انا البسها في العيد خالص يعني. مش حاجه ممكن البسها خروج عاديه، اجيبها في يوم عادي، لكن مش اني ما حسيتش ان انا محتاجه اجيب دي خالص. دخلت ال سي، كان معايا جنى قعدت تسربعني كده ولا ويلا مفيش حاجه حاسه عادله، فحسيت ان انا اصلا مش عارفه اختار يعني. حسيت
انها كانت شتوي، بس حسيت برضو ان هما مش احسن حاجه. فنزلت بقى، هو مش عارفه اسم المحل ده ايه الصراحه، استنى. اسمه غزل، اسمه غزل من شارع مصطفى كامل، اللي جبت منه الجامب سوت. اما البنطلون ده دخلت سو سويت. سو سويت ده انا بحب اشتري منه بس البنطلونات، يعني هو بالنسبه لي ده محل او براند بنطلونات، لكن كلبس بحس اللبس اللي فيه شعبي شويه ومش احسن حاجه الماتيريال يعني. بس كبنطلونات البنطلونات عنده حلوه جدا، واقسم بالله اخو بتاع ديفاكتو بالملي، مفيش فيه اي اختلاف كماتيريال كل حاجه. ده ب 500 جنيه وبديفاكتو كان ب 1900 جنيه، يعني ب 2000 جنيه. وكان فيه اخوه بالظبط بس تايجر، وده كان نفسي اجيبه قوي انا وجانا، وكنا خلاص هنحاسب عليه يعني، احنا دخلنا وقسناه وكنا هنحاسب عليه، بس البنطلون ما كانش مظبوط عليا وعلى جانا كان مش مظبوط عليها خالص، مع انه مقاسها، بس البنطلون مجنح يعني. البنطلون كان حلو عليا المقاس بتاعي، بس البنطلون مجنح، تحسوا ان انتوا في جناحات طالعه لكم من هنا، مش فاهمه اللي بيلبسوا ده كان هيلبسوا ازاي يعني. فسو سويت بنطلوناته بجد حلوه، وعنده كل البناطيل اللي هي اصلا ترند يعني. انتوا متخيلين البنطلون ده كان عاجبنا قوي فجبته، لسه ما لبستوش، ولبسته على اساس ان احنا هنخرج يوم الوقفه، بس بابا ضحك علينا وما خرجناش. بعد ما لبسنا عموما يعني الطقم اللي هو بتاع اول يوم العيد غيرناه تاني. فانا كنت هلبس على البتاع ده، كان عندي بلوفر كده من ايام فرحي ما لبستوش فافتكرته، قلت بس هيبقى حلو على البنطلون ده، بس هي خساره بس مش مكتوب لي البس البتاع ده. والجامب سوت بقى دي اللي لبستها اصلا بقى اول يوم العيد، عشان انتوا عمالين تقولوا لي ورينا لبس العيد ورينا لبس، انا وريتكم هو لبس العيد وهي بس كده يعني. انا حسيت انه بجد الجامب سوت دي اصلا اول ما شفتها، احنا كنا رايحين جرين بلازا اصلا انا وجانا وصاحبتها عشان شوفنا حد مصورها ومنزل ان هي موجوده عنده في المكان يعني، بس رحنا لقيناها. عارفين الشميزات الجينز، الشميزات اللي هي الخفيفه الصيفي، قماش مش جينز، قماش لون الجينز، قماش اللي هو الخفيف خالص ده، وعندها ب 500 جنيه اصلا. قلت لهم ايه ده، مش هي دي خالص. فلقيناها بقى عند غزل زي ما قلت لكم. وبجد انا بحب الجامب سوت جدا، ان هي بتبقى كوميدي، بحس ان هي شياكه كده وتقدري تلبسيها بكذا طريقه، وتقدري تلبسيها اصلا كخروج وكخروجه لذيذه يعني. بس انا حبيت اوريكم لبس العيد، ويلا ندخل على المطبخ عشان نجهز الاكل مع بعض، لان انا النهارده الاكل هيبقى ضرب نار. بس قلت ارد كده، ودي اخر مره حرفيا انا هرد على الموضوع ده، مش هرد على الموضوع ده تاني خالص. وارجوكم كفايه تقطعوا بعض في الكومنتس، لان حبايبي كتير وبيدخلوا يردوا عليكم. فمعلش جماعه، نروح لماما ما نروحلهاش في عيد الام، في عيد الاب، في عيد الجده، في عيد الخاله، انتوا مالكم بجد يعني؟ بجد مستفزين. بقالكم 3 ايام بتكتبوا لي في الكومنتات، هي شخصيه واحده او 2 بيكتبوا لي، وكل يوم حبايبي بقى يردوا عليهم ويقولوا لهم يا جماعه انتوا مالكم يعني؟ ما هي ردت عليكم، انتوا بتزعلوا منهم يعني، انتوا بتزعلوا بقى منهم. فانا اللي مفوضاكم وبقول لكم ردوا عليهم عشان اقسم بالله الموضوع مستفز. ما اكيد انا لو في ايدي ان انا اروح لماما، طب ما انا جبت هديه لماما يعني. انا واخواتي اشتركنا في هديه ماما كانت محتاجه لها وجبناها لها يوم الوقفه اصلا يعني، قبل الوقفه بيوم، عشان احنا كانت بعتنا الفلوس لامنيه، وامنيه هي اللي جابت الهديه، وهي جايه من القاهره. انا واخويا بعتنا لها الفلوس وفاجئنا ماما، وانا عملت فيديو لماما وهم عملوا فيديوهات لماما، وماما بتاخد الهديه. تقريبا مليكه بوظت المفاجاه او حاجه زي كده، طلعت الهديه من غير ما كانوا لسه بيفطروا يعني. يوم الوقفه كانوا قاعدين بيفطروا المفروض. فانا بعت هديه عيد الام، مش قصدي ان ماما مستنيه مني هديه عيد الام، انا قصدي ان احنا مهتمين بعيد الام. وكلمت ماما يوم العيد، وكل شويه بكلمها، وكل شويه بتصل بيها، وكل شويه بقول لها كان نفسي ابقى معاكي. وكل شويه انا وهي بنبقى نفسنا ان احنا نعيط اصلا، عشان كان نفسنا احنا الاثنين نكون مع بعض، انا وهي واخواتي وقرايبي. ففي ايه؟ افرض انا ظروفي انا وجوزي مش سامحه ان انا اسافر، انتوا مالكم؟
هل ماما اشتكت لكم؟ مامتي نفسها مقدره ظروفي انا وجوزي، واهلي مقدرين، بالعكس اهلي كلهم زعلانين ان انا ما كنتش موجوده معاهم في العيد، بس في نفس الوقت هم زعلانين مش عشان انا بقى غلطانه او كده، لا هو مش عشان غلطانه، عشان هي دي سنه الحياه، ودي ظروف شغل جوزي مثلا، ظروف بيتي انا وجوزي، حاجه ما تخصكمش انتوا، حاجه تخصني انا وجوزي. فاهلي كلموني بس ان هو العيد ناقص من غيرك، وكان نفسنا تبقي معانا، واصحابي نفس الحكايه، وماما واخواتي نفس الحكايه، بس خلاص انتوا بقى في ايه يعني؟ هل انتوا هتحبوا ماما اكتر مني؟ استفدتي ايه لما تكتبي لي العيد ما يبقاش عيد من غير الام؟ طب حضرتك انت مامتك في الشارع اللي جنبك او في البيت اللي جنبك، انا مالي بيكي يعني؟ انا مالي بيك؟ هو العيد فعلا من غير ام ما بيبقاش عيد، من غير الاهل ما بيبقاش عيد، بس انا دي سنة الحياة. انا يا جماعة متجوزة في محافظة تانية، انا استحالة اهلي هيقدروا يجوا يرجعوا في نفس اليوم. وقلت لكم اول وتاني وتالت واخر مرة هقول لكم، بيتنا ما ينفعش يتقفل في العيد، يعني حتى ماما لو جات لي في العيد هتضطر تجيلي بعد العيد، او على الاقل تاني او تالت يوم العيد. اهدوا، لان ولا انتي ولا هي ولا حد في الدنيا هيحب امه اكتر من، يعني هيحب مامتي اكتر مني، ولا هيحب امه اكتر منك انتي. ف عشان بشوف كومنتاتكم دي، يعني انا بحس ان انتوا في كوكب غير الكوكب اللي العالم كله فيه بجد. يعني كومنتات ملهاش اي 30 لازمه، وبتزعلوا لما الناس بتدخل ترد عليكم. يعني بتزعلوا مثلا واحده كتبت لها انتي كومنتك مستفز، وهي وضحت وقالت ان انتي مش تحبي مامتها اكتر منك يعني، ردت عليها رد مستفز بقى. تلاقي انتي مالك؟ هو انا كلمتك؟ انتي بتردي ليه؟ قمت داخله انا بقى قلت لها انا اللي مفوضاها ترد، وردها عندها حق بجد، ردك مستفز. فيا جماعه والله العظيم يعني، افرض انا مثلا يعني افرض انا مثلا وعيلتي مش متفاهمين مثلا، فعيلتي بقى بيشوفوا الكومنتات يقولوا بصي حتى الناس عندهم حق يا شيخه، ده انت ما عندكيش دم، ده انت ما جيتيش عيد الام حتى، مش بس العيد. فافرض انا اهلي كده، افرض اهلي مثلا مش متفاهمين، مش مثلا ناس عاقله، مثلا عادي ان البنت تقضي العيد مع جوزها مثلا أو انا شرقت اقسم بالله، عادي مثلا ان انا اقضيه براحتي، يعني عايزه اقضيه في بيتي اقضيه، عايزه اقضيه عند حماتي اقضيه، ان شاء الله اقضيه في الشارع انا وجوزي، احنا حرين. هل انتي جوه بيتنا عرفتي ايه الظرف اللي منعنا ان احنا نسافر الشرقيه؟ هل انتي عارفه ده؟ انتي ما تعرفيش وانا ما صرحتلكيش بده، يبقى انتي ما تتدخليش في المكشفين. بس كده، السلام عليكم. عشان كفايه قوي 10 دقايق بشرح بس انا ليه ما روحتش العيد ولا رحت طب ما انا كل سنه ما بروحش العيد الكبير، ما بتاخديش بالك ان انا ما بقضيش العيد الكبير مع اهلي؟ صباح الفل، صباح الفل. ايه يعني؟ ريحوا دماغكم، انا بجد بزهق انا بزهق من كتر والله ما ليكوا عليها حلفان. الفيديو ده المرات دي بجد مش عارفه، الستاره والله العظيم نظيفه، انا لسه غسلاها بس ما اعرفش في ايه، الاضاءه اصلا وحشه هنا، مالكمش عليها حلفان. انا قفلت الفيديو بمسك لقيت نوتيفيكيشن جايالي على الفيديو اللي نزل النهارده، اللي هو بتاع البرجر بتاع الفراخ، واللي انا واقفه فيه انا وعمر وهو بيعمل الاكل وانا قاعده على الرخامه، جالي كومنت سخيف جدا. وبجد انا مش عارفه انتوا بيبقى مخكوا فين وانتوا بتكتبوا كومنتات للناس كده. اهو وبديكي يعني هي بعد ما كتبت لي الكومنت بتقولي انا قد مامتك وبديكي النصيحه. لا انا يعني انا مامتي اهو، مامتي وانا بنتها، واحق عليا او عليها ان هي تعرف عدم سبب خلفه عيب مني ولا من جوزي، ولا ايه العيب من مين بالظبط. عمرها في حياتها ما سالتني السؤال ده، اقسم بالله العظيم ان عمر ماما ما سالتني انت هتروحي لدكتورك امتى، او انتوا مش هتكشفوا. والله عمرها ما سالتني، اقسمت بالله العظيم ان ماما واختي اقرب اتنين ليا، واللي المفروض هم اللي يحركوني، هم اللي يسالوني، هم اللي يكلموني، هم اللي يستعجلوني، هم اصلا ما بيتكلموش معايا. انتوا متخيلين؟ الا لو انا كلمت ماما قلت لها ماما ده انا مثلا كنا عند الدكتور بنكشف وعملنا كذا كذا، تقولي ربنا يريح قلبك ويريح بالك زي ما ريحتي بالي. انتوا متخيلين ان ماما محتاجه تطمن، بس في نفس الوقت هي مش عايزه تسال سؤال ممكن يضايقني انا او جوزي او لا؟ انتوا متخيلين؟
انتوا متخيلين البجاحه واصله لفين في الكومنتات او في الناس؟ اقسم بالله العظيم يعني الكومنت مكتوب لي كده بالنص يعني هو النوتيفيكيشن راحت، فانا هو في ذاكرتي دلوقتي. نور ممكن اعرف، هي كاتبه بكل ادب، بس انت بجد مخك فين؟ يعني انت وانت بتكتبي لحد كده ليه تكتبي كده؟ ممكن اعرف انتوا ليه لحد دلوقتي ما خلفتوش؟ هل العيب منك ولا العيب من جوزك؟ انا مش عارفه ارد اقول ايه غير انه يعني يا ريت تفكروا في الكلام اللي بتقولوه للي قدامكم قبل ما تقولوه. انت متخيله مثلا ان انت مثلا مش مثلا زلة لسان، فانا قدامك وبتسالني وتقولي معلش والله حقك عليا انا بس محتاجه، فالسؤال طلع مني كده. لا، ده انت بتكتبي الكومنت وبتفكري في الكومنت وانت بتكتبيه، وتقدري تراجعي نفسك وانت بتكتبي الكومنت وتمسحي اللي انت عملتيه، ولكن اخترتي انك تبقي شخص فضولي جدا ومؤذيه. يعني مش فضول عادي، انت شخص مؤذي. فالله يكون في عونك وفي عون ولادك لو انت فعلا قد مامتي يعني. عشان اقسم بالله هتطلعي جيل ربنا ما يعلم، يعني ما يعلم شبيل الا ربنا، الله يكون في عونه يعني. بجد سؤال يعني الحمد لله انا ولا جوزي ولا انا عندنا عيب. هو العيب بجد، العيب الوحيد اللي بجد هو في اللي كتبت الكومنت. ده العيب الوحيد، دي بقى اللي فعلا يعني سبحان الله يعني. ما علينا، هو الحمد لله انا وجوزي كويسين، مفيش اي حاجه خالص. عادي جدا، ملناش اي نصيب زي اي اتنين بيتجوزوا بيبقوا كويسين وبيكشفوا بيطمنوا على نفسهم، واحنا اطمنا على نفسنا ومفيش اي حاجه خالص. تمام. احنا مستنيين نصيب ربنا ورزق ربنا، والخلفه دي زيها زي الفلوس زي الشغل زي الوظيفه زي كل حاجه في الدنيا. ده رزق ربنا بعتهولي، رزقي ما بعتهوش يبقى انا لسه رزقي ما جاش. افضل قاعده بكل ادب واحترام مستنيه رزقي، بسعى. مش هقول لكم ان انا ما بسعيش، بسعى، بس انا ربنا ما كتبليش لسه رزق ان انا يبقى عندي بيبي. انت بقى مالك؟ انت بجد مالك؟ ليه ممكن تكتبي يا ستي انا واحده متفهمه، ما عادي، ما عيطتلكيش مثلا، ما جيتش اعيط دي، بس بجد ليه يعني؟ اللي الكومنت ده انت استفدتي بيه ايه؟ الله يعينك، الله يعينك بجد على مخك. وهو ده ردي الوحيد على اصلا الكومنت بتاعك يعني. السلام عليكم. انا كده بالنسبه لي العيد جه، العيد جه كده بالنسبه لي بجد. اللي فات ده كله بقى ما كانش العيد، ده كان اخر اسبوع في رمضان ان شاء الله، والعيد بيبتدي من النهارده الاثنين تقريبا الاثنين، النهارده الاثنين. ما قدرتش اعدي الفسيخ، ما قدرتش اعدي العيد من غير ما افسخ بجد. مش هينفع خالص. بس المره دي انا ما جبتش اوردر عرض، انا جبت اوردر بس عشان العرض فيه رنجه، وانا سالتها الرنجه سليمه ولا مدوده؟ قالت لي بصي كل الرنجه اللي موجوده دلوقتي في السوق فيها حلزونات، اللي هي بتاع الحلزون، هو دود بس هي مش عايزه تقول يعني. فهي يعني ست امينه بصراحه، لان هي قالت لي يعني انصحك ما تاخديش رنجه، لان كل السوق فيه كده. وطبعا كل الناس اجمعت ان كل الرنجه فعلا فيها كده. فاحنا الحمد لله ربنا انقذنا يوم العيد بال3 رنجات الاولانيين دول، كانوا نضاف وفله مفهمش اي حاجه. فانا جبت فسيخ يا جماعه. لقيت ماما بتقول لي يا روحي جبتي فسيخ؟ ده انا كنت شايله لك فسيخ في الفريزر، قلت ولا جايه هجيبهولك معايا. حبيبه قلبي ماما دي ما تحرمش منها، ما تاكلش حاجه من غير ما تبقى شايله، يعني عامله لي علبه بسكوت وحاطه لي فسيخ في الفريزر، تحرمش منك يا ست الستات كلهم. نشوف الفسيخ عمر اول يوم النهارده ينزل الشغل. تعالوا نشوف الفسيخ بقى وننضفه كده مع بعض ونحطه في علبه لحد ما هو يجي بالليل ويجيب لي بصل اخضر، عشان لو ما جابليش بصل اخضر انا كده خلاص. انا بجد بحب. انا جايبه 3 فسيخات عادي، اللي هو كيلو 3 فسيخات، جايبه كيلو عادي في 3 فسيخات. فاحنا هنعمل ايه؟ هنفرش له عشان ما ينفعش نلغوص يعني كده. اصلا هو مجرد ما اتحط كده بالصينيه هو قالب ريحه المطبخ. فاستنوا هجيب حاجه اعمل بيها عشان الاوضه وحشه كده، هعمل بيها افرش بيها هنا واجيلكم. ما بفرش الدنيا. نجيب بقى الفسيخ بتاعنا. اي حد هيقول لي يا عيطتي بصوا واحط
انا كده كده الحمد لله ما بزفرش نفسي، بس لازم بعد الفسيخ والرز الواحد يستحمى ويحمل بيض بجد يعني. بصوا انا هنا كنت بقى بقول لكم ان دول 3 سمكات، 3 سمكات. انا هاخد سمكتين، كنت طبعا بوريكم هو قد ايه طري وقد ايه بجد بيلوز كده وبيبوظ. فانا جايبه الكيلو 3 سمكات مش فكنت بوريكم ان الحجم بتاعه حلو ومش صغير يعني. هما بس سمكتين كبار وسمكه صغيره يعني وسط مش صغيره. تمام. فانا قلت هشيل بقى واحده تكون يعني ما تكونش صغيره، واعمل واحده كبيره واحده صغيره. تمام كده. واول حاجه بقى طالما انا هخلي الفسيخ يبقى مش محتاجه ان انا اقشر القشر اللي بره، هو بس الملح كان مضايقني يعني. الملح الخشن ده المفروض كنت احطه في كيس تاني بعيد عن المفرش، لانه وانا بخلي الفسيخ كان بيبقى مضايقني. دي حاجه. تاني حاجه عايزه هنا كنت بوريكم ان قد ايه بطن الفسيخه كانت نظيفه جدا. طبعا الشوكه دي ما بتترميش، لازم تتقزقز. وبطن الفسيخ زي ما انتم شايفين كانت نظيفه فله، مفيهاش اي حاجه، ما شلتش غير بس الاحشاء بتاعته او البطن يعني. الحته اللي هناك اللي ورا دي بس اللي اتشالت. وجبت منديل مسحت البطن مكان الحاجات اللي كانت جوه وخلاص كده. وجماعه الفسيخ ده مستوي. محدش يكتب لي في الكومنتات انه يا ازاي بتاكلوا سمك ني. السمك مش ني، السمك ده متخلل او مملح. ودي اصلا طريقه مصريه فرعونيه يعني كده. كل مره هنقعد نشرح لكم ونقول لكم ان الفسيخ ده تراث مصري عريق جدا يعني من ايام الفراعنه. وده احلى حاجه. هل انتوا جربتوه؟ هو مش ني خالص 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 خالص. طب ما انتوا بتاكلوا سلمون عادي جدا يعني. المهم بتاكلوا سوشي كده نفس الحكايه، سمك مستوي بس بطريقه معينه مش اكتر يعني. مش ني او مش ني اصلا يعني. اصلا السمك ده لو ني مش هنستحمله. المهم يعني هنا كنت بوريكم ازاي بخلي الفسيخ. بصراحه كان بيطلع معايا قشطه وزي ما انتوا شايفين يعني. دي طبعا السمكيه التانية اللي هي المفروض الصغيره يعني. بس زي ما انتم شايفين كان فيها لحم وكانت طريه جدا وحلوه. هشيل بقى السمكه التالتة دي زي ما هي مش هخليها. وانا عارفه انا وجوزي هناكل قد ايه يعني. هما السمكتين دول كانوا فل قوي، لانه لو يعني عملت التالتة كانت هتتهدر مني. اولا ثانيا كنت هحطها في الفريزر، وطبعا الفريزر بيغير طعم الفسيخ خصوصا لو مخلي. لكن لو حطها زي ما هي كده السمكه ما بتغيرش طعم ولا لون ولا اي حاجه. بس لو حطيتيها وهي مخليه بتغير لون. طبعا غسلت الرخامه وبخرت البيت. مش عارفه ليه مش عارفه انطقها. بخرت البيت زي ما انتم شايفين. طبعا كنت بخرت البيت بقى بجد، وغسلت الرخامه وغسلت البوتاجاز غسلت كل حاجه. وكان في طبقين 3 كده بس. ده اول يوم يا جماعه ادخل فيه المطبخ بقى من يوم العيد. ما دخلتش المطبخ خالص. وبس كده. بس النهارده تاني يوم اكله الفسيخ. عايزه اقول لكم ان ده اول بقى مره انا هطبخ في العيد فعلا يعني. بعد العيد بقى احنا خلاص خلصنا العيد بقى، مش هنستهبل بقى. مفيش حاجه اسمها 5 يوم العيد بقى وسادس يوم العيد. ده بقى ده بقى اللي احنا بنخترعه بقى. ده اللي احنا بنخترعه. بس احلى اختراع ان احنا نقول ده احنا سادس يوم العيد. بس كده. بحب احط البطاطس الاول تنشف يعني. بحب اخلي البطاطس تنشف في الاير فراير. وهنا قلت بقى ايه، لا انا مش هاخد شاور، انا اظفر كده براحتي. وبعدها بقى ايه اخد شاور كده على نظافه بقى مرش والكلام ده كله. وبحب اغرق الزيت. الفسيخ زيت بيكون خطير خطير خطير. فزي ما قلت لكم المهم في الفسيخ انك يعني لو انت اول مره هتدوقي الفسيخ دي نصيحه. اولا بلاش انت اللي تنضفيه، بلاش تشميه، ما تحاوليش تشميه، كليه كده مخلي بجد. مش هتحسي باي حاجه خالص. طعمه هيبقى جميل جدا 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 جدا. و مشكلته بس في الريحه، وان هو بيقلب الشقه. عشان كده بيبقى لازم تبخري. وانا كنت بوريكم الطريقه اللي انا باكل بيها. ايد فيه شوكه والايد التانية باكل بالعيش عادي جدا. واحلى طريقه فسيخ هتاكلوها في الدنيا انا كده العيد بالنسبه لي جه والله العظيم. بصوا بقى كده من غير ما نبهدل ايدينا. نغطس في شويه الزيت دول.
مم. 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 تحفة.